السلام عليكم متتبعي قناة سكور ماتش المغرب، مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات سكور ماتش. حلقة اليوم سوف نخصصها قبل أن نبدأ في هذه الحلقة. نرجو منكم دائما الضغط على زر الاشتراك والتفاعل معنا في قناة سكور ماتش عبر الاشتراك وتفعيل الجرس كي يصلكم أي جديد خاص بلعبة سكور ماتش. ولا تنسوا دائما كذلك التفاعل معنا في مجموعة سكور محترفي سكور ماتش المغرب على الفيسبوك، وكذلك عبر صفحتينا على الفيسبوك اللي هما سكور ماتش سيرفيس وصفحة سكور ماتش المغرب. الشيء الذي سوف نتحدث عنه اليوم هو الشق المتعلق بعملية اختيار قائد الفريق. هذه المعلومة التي يخفيها عليكم محترفي سكور ماتش سوف نكتشفها معكم حصريا في قناة سكور ماتش المغرب. المعلومة وهي كالتالي: المعلومة هو أن باختيارك أو طريقة اختيارك للقائد الفريق فهذا يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على أداء الفريق. هذه المعلومة اللي خصكم تعرفوها في هذه الحلقة، أن اختيارك لشكل قائد الفريق فهو يؤثر على المنظومة الفريق بشكل غير مباشر. هذه المعلومة حصريا في قناة سكور ماتش، وإن لم يشرها، لأن أغلب محترفي سكور ماتش فإنهم يعلمون ويؤكدون بتجربتهم بطبيعة الحال أن هذه المعلومة راهي صحيحة 100%. يعني اختيارك لقائد الفريق، مثلا أنا عندي قائد الفريق اللي هو المطرقة، فالفريق بشكل منظومة الفريق لاعب الفريق بشكل مباشر سوف يتجه إلى سوف يميل إلى الميل اللي هو الهجومي 100%. إذا اخترت القائد اللي هو مثلا اختار الحامي، منظومة ديال الفريق أو منظومة الفريق فهي سوف تتغير إلى شكل دفاعي أو شكل متوازن. إذا اختارت شكل الفريق اللي هو كالقائد مثلا، فأن الفريق سوف يلعب بتحفظ من ابتداء من الدفاع ثم الهجوم ثم وسط الميدان. وكذلك إذا قمت باختيار حافظ الفعالية، هذو هما الاختيارات الخاصة بشكل الفريق، لأن هنا منظومة الفريق سوف تتبدل من الشكل الدفاعي إلى شكل اللي هو متوازن. إلا اختارينا اللي هو شكل اللي هو من أشكال ديال القائد اللي هو هجومي، كمثلا نختار آه، هنا الخطر الداهم، وكذلك إذا قمنا باختيار كذلك فائق السرعة، فإن شكل الفريق سوف يتغير بشكل غير مباشر إلى لاعب اللي هو اللاعب السريع، سوف يميل إلى اللاعب السريع. هذه المعلومة فهي كما أشير فهي مؤكدة عند مجموعة من محترفي سكور ماتش، أن اختيارك لقائد الفريق سوف يؤثر بشكل غير مباشر على أداء الفريق. بالتالي عندما تدخل إلى مجموعة من اللقاءات وكما تلاحظون فإن من بعض الأشياء التي تقع في سكور ماتش أن النظام أو السيستم يعودك على يقول لك بأنك يمكنك كذلك تبديل شكل الفريق، فهنا يطلع إليك ميساج اللي هو أو رسالة يطلب منك تغيير شكل قائد الفريق. هذه المعلومة حاولوا كما تنقول تأكدوها من عند الزملاء ديالكم أو عند محترفي سكور ماتش، أن اختيار للقائد اللي هو سواء في شكله أو في كذلك ملامح الفريق، فهنا يظهر لك أن الفريق سوف يتغير بشكل اللي هو استثنائي 100% بطريقة غير مباشرة. هذه المعلومة فهي أكيدة. لا تنسوا دائما كما أشرت أن تدعموا فريق سكور ماتش المغرب وتفاعلوا معنا في القناة، وسوف تأخذون الجديد، سوف يصلكم أي جديد خاص بلعبة سكور ماتش. دمتم سالمين، أطيب المنى، نترككم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.